ليه دايما كلنا بنخاف من الرفض؟ ده سر محدش يعرفه، بس انا هقولهولك. انت بتبقى خايف من الرفض علشان انت في الحقيقة بتدور على القبول اللي انت مش لاقيه من نفسك، فبتدور عليه في الناس. عشان كده بيهمك رأي الناس، تبقى مش متقبل نفسك بشكل كامل، بتبقى خايف تقبل الجزء الناقص فيك، فبتدور عليه بره. طيب، ازاي ده حصل؟ actually في فرق بين ال true self وال conditioned self. your true self هي الشخصية اللي انت اتولدت بيها من وانت صغير، الحاجات اللي انت اتولدت وانت بتحبها، طبيعتك اللي انت اتخلقت عليها. conditioned self هي المجتمع بيخلقها لك، العادات والتقاليد اللي اهلك بيربوك عليها. اي بيئة انت بتروحها انت بتحاول تفتن على عادات البيئة دي او طريقة الناس اللي بيتعاملوا فيها، فبتتحول لشخص مش انت، شخص المجتمع خلقه او البيئة المحيطة بيه خلقته. كل اللي انت بتحاول تعمله ان انت بس بتحاول تتعود او تفتن. انت بتحاول تلاقي نفسك جوه الكونديشن سيلف دي اللي المجتمع خلقها، عشان كده مش عارف تلاقي نفسك وبتدور عليها بكل الطرق عشان المجتمع يقبلك. السر الحقيقي هو ان الترو سيلف بتاعتك مش عارفة تقبل الكونديشن سيلف. ببساطة انت مش عارف نفسك، فبتحاول تعرف نفسك وتلاقيها من الفاليديشن اللي بتاخده من اللي حواليك. كل اللي انت بتحاول تعمله هو انك بتحاول تفتن في اي مجتمع او بيئة بتروحها، فنفسك الحقيقية ضاعت. Cause you're searching for the love and acceptance for yourself. الحقيقة ان your true self will never accept your conditioned self. Cause it's just a character you're playing. It's not the real you. انت حاسس بفراغ جواك، دي مش نفسك الحقيقية، ده بس دور انت بتلعبه. طيب، ايه الحل؟ الحل هو انك محتاج تكتشف نفسك وتحبها من اول وجديد. محتاج تقعد مع نفسك وترجع زمان قوي when you were your true self، تلاقي ال true self بتاعتك، تعرف انت مين بجد، بتحب ايه اللي انت كنت بتحب تعمله، ايه كانت شخصيتك الحقيقية قبل ما المجتمع يغيرها. الحل انك تدور جواك. مش بقولك هتلاقي الإجابة في لحظة، لأن this is a journey. عارفة ان الحياة كلها مشاغل، بس حتى لو هتاخد 10 دقايق أو ربع ساعة لنفسك تكتشف فيها نفسك من أول وجديد، تعرف انت كنت بتحب ايه. لو مش فاكر أو مش عارف، شوف صور قديمة لنفسك، شوف فيديوز، اسأل أهلك، اتعرف على نفسك من أول وجديد. Think about the things you used to love before you were told who you should be. روح مكان قديم كنت بتحب تروحه زمان. You're gonna have so much fun. Rediscover the things that you really love that you might have forgotten about. مش هيحصل من يوم وليلة، دي رحلة اكتشاف نفسك من أول وجديد. بس اللي أقدر أقولهولك، حب نفسك زي ما هي وانت هتبطل تهتم برأي الناس، وساعتها بس هتبطل تخاف من الرفض. Love the perfectly imperfect you. وعايز فيديوز أكتر من دي، متنساش تعمل فولو. باي باي.